حبايب تيتا ميمي، حكايتنا النهاردة عن نجاة الصغيرة ومفاجأتنا الكبيرة وحفلة جوي أوردز. السعودية عملت حفلة كبيرة جدا، حفلة كده ولا في الأحلام، حفلة تحقيق الأحلام وتكريم نجوم المجتمع، حفلة جوي أوردز. واستضافت نجوم العالم من أمريكا وإنجلترا والهند ومصر. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تتميم الجديدة. كان محيي الحفل زي عمرو دياب وشيرين، وكرموا كمان الأستاذ عادل إمام اللي واخد جايزة زعيم الوطن العربي، اللي أخد الجايزة بداله أولاد رامي إمام ومحمد إمام. والمفاجأة إنك تشوف المستحيل زي الفنانة نجاة واقفة على المسرح بحفل يليق بيها بسن يعدي 84 سنة. وكانت أحلى مفاجأة في حفل جوي أوردز وجود الفنانة نجاة، وبنشكر الأمير محمد بن سليمان علشان المفاجأة الجميلة دي، لأنها كانت مقررة الاعتزال بأكتر من 20 سنة. وده كان أول ظهور للفنانة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل. دي مفاجأة كبيرة جدا لكل جمهورها ومحبيها، وظهرت وهي واقفة على المسرح واستقبلها الجمهور بتصفيق جامد جدا واستقبال حافل جدا، ووقف فضلوا يقولوا وحشتينا يا جميل. والإعلامية بوسي شلبي قالت في مفاجأة من العيار التقيل. وفعلا لما شافوا نجاة الصغيرة الجمهور قعد يسقف ويرحب بيها ترحيب غير عادي. ونجاة الصغيرة هي دي الرقة والشياكة والحنية والصوت الدافي، هي فنانة رائعة، هي آخر ما اتبقى لينا من الزمن الجميل. ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها. وليها جمهور من كل أنحاء الوطن العربي، والكل كان مرحب بوجودها. هي أخت الفنانة سعاد حسني بس مش شقيقتها، وباباها محمد كمال. ولها أخين، واحد اسمه سامي حسني وأخوها التاني عز الدين حسني، وكان ملحن موسيقى واتلمذت على إيديه. واحنا بنقول لها نجاة الصغيرة علشان الكاتب فكري أواظة هو اللي اختار لها الاسم ده، نجاة الصغيرة، علشان كانت بتتميز في الوقت ده عن نجاة علي اللي كانت مشهورة في الوقت ده، واتميزت بصوتها الدافي اللي لها أغاني جميلة زي أغنية شكل تاني وأيظن وعيون القلب ولا لا تكذبي وبعشق القمر وكتير من الأغاني وكتير برضه من الأفلام. والسيدة الفنانة نجاة الصغيرة هي رمز من رموز الفن وزمن الطرب الأصيل، ست الكل وملكة الإحساس، الصوت الجميل الأصيل، الساحر القمة في الإحساس. كان زمان في طرب يا حبيبي، وصوت جميل ودافي وراقي، والكلمات العذبة والألحان الجميلة، والفن الراقي الخالد الأصيل. طبعا إضافة جميلة في موسم الرياض إن الفنانة نجاة الصغيرة اتكرمت في حياتها، وخير رمضان علق على ظهور نجاة بمهرجان جوي أورتس وقال اتوجهت ليها دعوات للظهور وللتكريم كتير، وهي قررت إنها تختفي بعد الاعتزال. وقال هي عاملة نفسها بتغني وساندة على المايك وما قالتش غير الابتسامة. وفاجأتنا بظهور نجاة ظهرت بآثار العمر اللي الكل رايح ليها، وإن السعودية كسبت كتير بوجود روح نجاة. ومش عارفين مين اللي أقنع نجاة إنها تروح، مين اللي ضغطوا عليها علشان يستفادوا من وجودها. هي جت على نفسها علشان تروح السعودية، هي رفضت كل أشكال التكريم ومش محتاجة فلوس عشان تروح هناك. ونصيحتي ليكم حبايبي، هي أكيد فكرت كويس قبل ما تروح وقررت تظهر وتتكرم في السعودية، وهي سعيدة بكده، وهي تعمل إن هي شايفة صح ليها. وفعلا هي تستحق كل التكريم. مبروك التكريم يا كسارة الطرب العربي والإحساس الصادق والصوت الرائع.